في فيديو النهاردة بقى هنحضر مع بعض ألذ وأطعم وأخف كيكة سميد في العالم. عايزة أقولك ريحتها وهي بتتخبز كانت قلب البيت، وفي كده معلقة أنا اللي حطيتها أو مكون أنا اللي ضفته في الكيك دي وداها في حتة تانية خالص. حلاوتها وجمالها كده وهي طالعة من الفرن سخنة وتنزلي عليها بالسيرب الخفيف، عايزة أقولك خطيرة. مكونات الجافة الأول هنحضرها: كوباية دقيق، من نص كوبايه لكوبايه الا ربع دقيق سميد، حطينا دقيق ابيض الاول وده دقيق سميد، رشه بسيطه خالص من الملح، ونص باكت بيكنج باودر او معلقه صغيره بس بيكنج باودر، كوبايه دقيق ابيض، كوب الا ربع دقيق سميد، رشه ملح ومعلقه صغيره بيكنج باودر. بالنسبه للمكونات السايله معايا 3 بيضات وكم نقطه فانيليا كده، او لو عندك فانيليا سايله استخدميها عادي، فانيليا سايله او فانيليا باودر عادي مفيش مشكله. كوباية سكر، بصي السكر ابيض ازاي، كل ما يكون السكر ابيض كل ما يكون الكيك فاتح. عايزة اضرب السكر مع البيض كويس جدا جدا لحد ما يعملوا فوم كده، ويبقى فوم كريمي كده وابيض وهش جدا زي الكريمة. انا ما ضربتوش كتير، هما 5 دقايق بالظبط بالمضرب ضربتهم. بعد كده نزلت بمعلقة كبيرة جوز هند، دي خطوة اختيارية بس فعلا بتفرق جدا في طعم الكيك ده. يا سلام لو عندك بشر برتقان بقى يبقى احلى واحلى كمان. بعد كده هنزل بكوباية صغيرة زبادي، طبعا كل الحاجة اللي مستخدماها بدرجة حرارة الغرفة، مطلعة الزبادي من التلاجة قبلها بساعة، وكذلك البيض. اوعي تستخدمي حاجة ساقعة، لازم تستخدميها بدرجة حرارة الغرفة. تمام. اخدت نص كوباية لبن، لا انا مش هستخدمه كله، انا هستخدم ربع كوباية لبن مع علبة الزبادي. لو انتي بتحبي الكيك ناشف ما تحطيش اللبن واكتفي بالزبادي بس، لو بتحبي الكيك طري هتحطي ربع كوباية اللبن دي مع علبة الزبادي. مقدار بقى نص كوباية مادة دهنية، سمنة على زيت، زبدة على زيت، المهم المقدار المادة الدهنية هنا نص مج او نص كوباية بس. وما تستخدميش حاجة تكون سخنة في المقدار ده، يعني المادة الدهنية ما تكونش سخنة، تكون بدرجة حرارة الغرفة برضو. كل المكونات درجة حرارة الغرفة. دوبنا بقى المكونات السايلة، هننزل بقى بالمكونات الجافة اللي هي الدقيق ودقيق السميد ورشة الملح والبيكنج باودر. وفي الخطوة دي تخلطي بس ما تضربيش كتير، مجرد خلط او دمج للدقيق مع المكونات السايلة كلها، ما تضربيش كتير. خلي بالك لو حسيتي ان القوام خفيف قوي ضيفي معلقة واحدة بس دقيق. تمام. انا عايزه اوريكي القوام، بص شكله ايه ده، القوام ده مظبوط متوسط السمك، مش خفيف قوي ومش تقيل قوي. تمام. الغلطه اللي انا غلطتها في الفيديو بقى ده انا هقولك عليها عشان برضو ما تقعيش فيها لو مبتدئه. انا عشان ما كنتش مركزه، يعني كنت مشغوله في حاجه كده، فاستخدمت صينيه كبيره. بعد كده حسيت لا، قلت لا ده المقدار صغير، ليه استخدم الصينيه الكبيره دي كلها؟ فرحت بقى جبت الصينيه بتاعتي اللي مستحملاني، صينيه مقاس 22. واحلى حاجه في تسويه الكيك هي الالومنيوم، اوعي تسوي الكيك في بايركس مش حلو خالص. افضل حاجه لتسويه الكيك هي الالومنيوم. دخلتها فرن ساخن درجه حراره 180، الرف الاوسط. لازم الفرن يتسخن قبل ما تبتدي تشتغلي في الكيك، يعني مثلا 10 دقايق او ربع ساعه تولعيه وتسخنيه قبل ما تبتدي تحطي الكيك. هتدخلي الكيك الرف الاوسط، بتاخد تقريبا وقت من 25 ل 30 دقيقه مع المتابعه. انا بشغلها الشعلة اللي تحت بس، في الاخر ممكن اولع الشواية دقيقة مش اكتر من كده. تمام. ممكن تولعها ممكن ما تولعهاش في الاخر دقيقة واحدة لو لقيتيها محتاجة، انما هي ممكن تستوي والنار اللي شغالة تحت بس، الشعلة او الفرن من تحت بس هو اللي شغال. لو عندك بقى سيرب خفيف كده، انا كان عندي سيرب متبقي من الكنافة اللي عملتها معاكم فاستخدمته للكيك، بس بصراحة تحفة، جربيها وقوليلي رأيك.